صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين، او مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين. قبل اي حاجة هنصلي ونسلم على خير خلق الله محمد. شفتوا الحمام الكذاب بتاعنا؟ يلا بينا نشوف احنا هنعمل فيه ايه. انا زي ما انتوا شايفين كده انا جايبة ورك الفرخة، وسايبة الجلد بتاع الصدر علشان يلفلي الحمامة، ويبقى ايه الحمامة كده ايه ملفوفة حلو. انا اول حاجة هخلي العظم، بس بالراحة بقى كده وانتي بتخلي علشان ايديكي ما تتعورش. تمام كده. انتي ممكن تطلبيه مخلي كده من الفرارجي، بس انا جبته وعملته في البيت. يعني كنت جايبة فراخ وطلعت منها الوراك وطلعت الجلد علشان يعني طلعت الوراك علشان احتاج الجلد بتاع الصدر. هو كده تمام كده. هعمل الدبوسة بقى. هو يعني الخلي سهل جدا، ما هوش محتاج اي معضلة. تمام، بس بالراحة على ايدك طبعا. بالنسبة ان انتي اول مرة بتخلي او مثلا خليتي قبل كده، بس خلي العظم ده بيبقى صعب بتاع الوراك. انا بقى هكسر مش هطلع العظمة دي كلها، انا هكسر الحتة دي عشان اسيب الراس الحمامة زي ما انتوا شايفين كده. حلوة كده. كسريها دوسي عليها. هي عايزة سطور، بس انا عملت بالسكينة اخف طبعا على ايدي. بتشوفي بقى لو في عظم ولا اي حاجة باقية علشان ما يبقاش في عظم في اللحم. انا هخلص الكمية بتاعتي كلها وهرجع لكم بقى ايه تاني ان شاء الله بعد ما اخلص الكمية بتاعتي. شوفوا الجلدة عشان تقفل لي الحمامة حلو. انا خلصت الكمية بتاعتي كلها. انا عملت 5 حمامات، والعظمة عاملة زي الراس، شكلها جميل قوي. جبت مقلاية ونزلت فيها بزبدة، ونزلت بحبة زيت، وقلبتهم اهوت علشان ايه يسيحوا. طبعا البصل المفروم زي ما انتوا عارفين انا بفرزه عندي، فاخدت حبة بصل ودبلتهم. وطبعا هنزل بالكبد والقوانص، بس انا هنزل بالقوانص الاول عشان انتوا عارفين ان القوانص بتاخد سوية شوية عن الكبدة. تمام. ايوه انا هنزل بالقنصة الاول بس. انا هخليها تاخد شوية تتبيلة كده مع البصلة، واقوم نازلة ايه بالكبد بتاعتي. التوابل بقى عندي قرفة وجنزبيل، وطبعا ملح وفلفل، وحطيت مكعب ماجي. انا ما بحبش مكعبات الماجي قوي في طبيخي، بس حطيتها عشان تدي نكهة حلوة للحمام، وما يطلعش حمام كداب، يبقى حمام سادة. حطي طبعا حبة ماء عشان القوانص تستوى شوية. او نزلت بالكبد وهشوحها، وهحط عليهم الرز. يعني انتوا عارفين ال5 حمامات دول يمكن ما اخدوش مني كوبايه وربع رز. يعني انا بعاير كده كبشه كده، يعني امسك بايدي كده كبشه ده يدوبك على قد ايه حشو الحمامه، علشان انا مش عايزه رز كتير. انا غسلته ونشفته اهو زي ما انتوا شايفين. هنزل طبعا بيه. هي لو انت حاطه كوبايه رز بتحطي لها ميه نص كوبايه، ما بتحطيش كميه الميه كلها عشان ايه ما يعجنش منك. انا هحط عليه نص كوبايه الميه وهسيبه يعني يتشرب، مش هيستوى ولا هيتردد ولا كل الكلام ده اهو. نص كوبايه الميه تمام كده، ويا دوبك يتشربها واطفي ايه عليه. طبعا لازم يبرد علشان تقدري ايه تحشيه. شوفوا بقى التركايه بتاعتي دي. انا حشت حبه بصل وحطيت عليهم نفس التوابل، الملح والفلفل والقرفه والجنزبيل، ورحت نازله بيهم على الرز. دي بتدي تيست عالي وطعم جامد، ما اقولكوش بقى للحمام. دي بقى من تركاتي. كده بقى معايا الحمام. انا هتبله بردك، يعني انا مش هحشيه كده، انا هتبله بملح وفلفل بس. يعني انا مش عايزه اضيف عليه اي اضافات تخرجني بره الطعم. انا هتبله بملح وفلفل. هتبل ال5 زي ما انتوا شايفين، ملح وفلفل مره واحده كده. وهمسك بقى ايه واحده واحده كده واحشيها. خليكوا بقى معايا كأن انا بحشي حمامية بالظبط، علشان انا بحشي الزور من جوه كده، واحشي الصدر بتاعها اهو. شوفوا. عفوا. بصراحة والله ما طلعش حمام كداب، لا ده طلع حمام ساد. اشوفوا بقت راسه اهيت والحصلة بتاعة الحمامة بقت صدر باينة كبيرة اهيت،
وانا بقى هكمل الحمامه واقفلها بالجلد بتاعي. يعني انت لما انت جبتيه من عند الفرارجي مش هيديك الجلده الطويله دي، تمام كده. انا هحطه في استرتش راب واقفل عليه كويس من الناحيتين، علشان ايه ما الرز بتاعي ما يطلعش. انا هسوي لكم الحمام النهارده بطريقه سهله جدا جدا، طريقه جميله، طريقه يعني عارفه هيطلع متحمر، ما انتش هتحتاجي اي حاجه ان انت تحمري ورغيه. اه انا هكمل الخمسه بتوعي واعملهم وارجع لكم. انا خلصت اهوت الخمسه. انا جبت كيس حراري وهحط فيه بقى الحمام. هو الكيس ده ان شاء الله هياخد الخمس حمامات، تمام كده. اه هو كده خدهم خلاص. انا هقفله بالقفل بتاعه طبعا، زي ما انتوا عارفين، انتوا شطار كلكم ما شاء الله عليكم كلكم، بقيتوا شاطرين. انا هقفله واخرمه، واقوم ايه حطاه في الصينيه، واحط في الصينيه كوبايه ميه او نص كوبايه ميه، يعني عشان ما يبقاش فيه كتير. لازم تخرمي الكيس علشان يطلع الهواء اللي فيه. تحطي نص كوبايه ميه فيه وتدخليه بقى الفرن وتسيبيه بقى ايه براحته. شوفوا بقى الجمال ده، يعني ما خدش تقريبا نص ساعه معايا. شوفوا بقى الجمال والحلاوه شكله عامل ازاي. ده طبعا الرز اللي بقى من الحمام، وشوفوا شكله ازاي. لو عجبكم الفيديو بتاع اعملوا لايك. السلام عليكم.